اليونان. سوسة سيتزاكي سانتوريني. احنا كان لازم نشيل الاكروبوليس ده ونحط البركان بتاع سانتوريني. عندي حجرة حقيقية من البركان ده، بس البركان نفسه مش، ما عنديش البركان نفسه. اثينز نفسها كانت حلوة، كارفة على اسكندرية كده زمان. ايه ده؟ هما اليونانيين بقوا شبهنا كده ليه؟ حلقة النهاردة هكلمك فيها عن موضوعين من أكتر المواضيع اللي بتسأل عنهم، وهما إزاي أحوش وإزاي أستثمر. هديلك النهاردة أسرار التحويش الفعالة وإزاي تنفذها صح، وكمان هكلمك عن الاستثمار وأقولك عن أنواعه المختلفة، وفي آخر الحلقة هدلك على المكان اللي هتلاقي فيه كل تفاصيل أسرار الاستثمار وتوصله إزاي. حلقة النهاردة هي الجزء الثالث من سلسلة التخطيط المالي بخطواته الستة، والنهاردة دور الخطوة الخامسة والسادسة. ولو لسه ما شفتش الاربع خطوات اللي قبل كده، دوس على اللينك اللي هيظهر في ركن الشاشه فوق وهياخدك للحلقتين اللي فاتوك. شوفهم وتعالى كمل الحلقه دي علشان ما يبقاش فاتك اي حاجه من خطوات التخطيط المالي. هشغل دلوقتي الانترو ودي بيبان فيها اسمي ومكتوب تحته بسرعه السلوجن بتاعي. يا ريت لو تكتب لي في التعليقات ايه هي اخر كلمه بتكون مكتوبه في السلوجن ده، لان دايما بحس ان اخر كلمه دي بتظهر وتختفي بسرعه فبتتكروت وما بتاخدش حقها. خلي بالك من الانترو علشان اخر كلمه بتظهر فيه هتكون هي دي كلمه السر بتاعت النهارده. جاهز؟ هنزله اهو، ركز بقى. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن اول 4 خطوات لازم يكونوا عندك علشان يكون عندك حياة مادية سليمة، وهم مصدر الدخل والميزانية اللي جواها التقسيمة السليمة، وبعدين اتكلمنا عن صندوق الطوارئ والتأمين بأنواعه. النهاردة هبدأ بالخطوة الخامسة وهي خطوة التحويش. وطبعا أنا مش محتاج أتكلم عن أهمية التحويش وفوائده، لأن أغلب الناس أصلا مدركة ده وعايزة تحوش بس للأسف مش عارفة. الحاجة اللي بس هقولها لك عن أهمية التحويش هي إن كل ال4 خطوات اللي فاتوا وكمان خطوة التحويش هدفهم إنهم يوصلوك للخطوة السادسة والأخيرة اللي هي خطوة الاستثمار. يعني لو ركزت واجتهدت واشتغلت جامد قوي علشان تطبق كل الخطوات اللي فاتت وجيت عند خطوة التحويش وفشلت، يبقى مستحيل توصل للخطوة النهائية بتاعة الاستثمار، واللي هي بطبيعة الحال الخطوة الوحيدة ما بين كل الخطوات اللي فاتت اللي ممكن لوحدها توصلك للحرية المالية، إلا في حالات نادرة جدا ممكن تستثمر فيها بدون تحويش، زي إنك تستلف مثلا أو تورث أو تكسب اللي نصيب وتستثمر الفلوس دي، أو إنك تبيع ملكيتك الفكرية زي إنك مثلا تكتب كتاب أو تبيع كورس أو حتى تخترع حاجة وتبيع فكرتها لحد وتكسب من أرباحها، ودي اللي اسمها الرويالتيز. غير الكام حاجة دول مش هتعرف تستثمر من غير ما تحوش. فيلا بينا نشوف ايه هي اسرار التحويش وننفذها ازاي. مبدئيا كده انا مش عايزك تتعامل مع التحويش على ان هو عبء عليك ولا على ان هو حاجة رخمة انت مجبر عليها، علشان لو فكرت كده يبقى كل شهر هتيجي تحوش هتحس ان ده التزام بايخ عليك فهتحاول تتجنبه. لا، انا عايزك تفكر في التحويش على ان هو خطوة من الخطوات اللي هتوصلك للاستثمار. يعني فكر فيه كده كأنه استثمار بدائي او حتى كأنه مرحلة المدرسة اللي قبل الجامعة، عشان وانت في المدرسة بتدرس كل المواد المفروضة عليك حتى لو انت ما بتحبهاش، وده على امل ان انت بعد كده هتخش الجامعة اللي انت عايزها علشان تدرس الحاجة اللي بتختارها بنفسك وتكون بتحبها. تعامل على ان التحويش هو المدرسة اللي هتوصلك للجامعة اللي هي الاستثمار. بعد ما تكون حوشت في صندوق الطوارئ المبلغ اللي يكفيك من 3 إلى 6 شهور من مصاريفك الأساسية، لازم تبدأ خطة التحويش بتاعتك. وعلشان خطة التحويش دي تنجح لازم تعمل 3 حاجات. اول واحده فيهم هي انك تاخد القرار بتاع انك هتبدا تحوش، وانا دايما بتكلم على فكره انك تاخد القرار بتاع البدايه على ان هو حاجه صعبه بالرغم من اهميته. وده حاجه صعبه لان انت علشان تبدا تحوش ده معناه ان انت لازم تغير حاجه في نظام حياتك، والبني ادم عاده مش بيفضل التغيير وبيكون دايما زانق نفسه جوه الكومفورت زون بتاعه وبيخاف من اي تغيير لحسن التغيير ده يسبب له الم. بس افتكر دايما ان بتاجيل قرار التحويش بسبب مصاريفك والتزاماتك والاعباء اللي عليك انت كده مش بتحل المشكله، بالعكس انت سايبها عماله بتكبر، وكل ما انت كمان هتكبر الدنيا هتغلى ومصاريفك هتزيد وطبعا مشاكلك كمان هتكبر. فلو اجلت التحويش لحد بكره ممكن جدا بكره يجر بعده وبعده يجر بعده لحد لما هتلاقي مفيش بعده، وساعتها هتندم وتقول يا ريتني كنت حوشت امبارح ولا اول امبارح. تاني حاجة تاخد بالك منها هي انك انت لما بتقبض مرتبك اول حاجة بتعملها هي انك تدفع مصاريفك، اكل شرب لبس اقساط التزامات خروجات حوالات احتفالات واي حاجة فيها هات، وطبعا بكده مش بيفضلك حاجة تحوشها. الطريقة دي غلط ولازم تبطلها حالا. احسن طريقة علشان تحوش هي pay yourself first، يعني لازم تدفع لنفسك الاول. لازم اول لما تقبض مرتبك وقبل ما تدفع منه اي فلوس في خروجات او في شوبينج او حتى في المصاريف والاقساط والالتزامات الاساسيه اللي عليك لازم قبلهم تحوش الاول. وخلي بالك انا هنا مش بقولك ما تدفعش المصاريف والالتزامات اللي عليك،
انا بس بقولك حوش الاول وبعدين ادفع المصاريف دي. وده يودينا للنقطة الثالثة، وهي نقطة التعود والالتزام. لازم تتعامل مع التحويش على ان هو بقى جزء من حياتك، ومش مجرد خيار موجود وبتنفذه لما تبقى قادر عليه وبس. لا، لازم تتعامل مع التحويش على ان هو عادة بتحصل من غير ما تفكر فيها. وعلشان تعمل كده هقولك على احسن طريقة تساعدك على التفكير بالاسلوب ده وتخليك تعرف تطبقه. والطريقة دي هي انك انت لازم تتعامل مع التحويش على ان هو حاجة كده زي الضرايب، بس ضرايب انت اللي بتفرضها على نفسك. يعني انت مثلا بتشتغل وبيدخل لك دخل، والدخل ده بيتخصم منه ضرايب بتروح للحكومه. مش هينفع تيجي في شهر من الشهور وتقول للحكومه معلش انا مزنوق الشهر ده وعليا التزامات واقساط فعدوا لي الشهر ده من غير ضرايب. طبعا مفيش الكلام ده، لان في اغلب الحاجات انت اصلا بتقبض مرتبك مخصوم منه الضرايب، وده من قبل ما تاخد فلوسك في ايدك. وهي دي بالظبط الطريقه اللي لازم تتعامل بيها مع التحويش. انت علشان تحوش صح، وزي ما قلت قبل كده في التقسيمه السليمه، عايز توصل لمرحله انك تقريبا بتحوش 20% من دخلك. لكن طبعا مش مره واحده، فعلشان نبقى واقعيين ممكن تبتدي ب5 أو 10%، وسيستم دماغك كل شهر على ان انت مرتبك بقى ناقص 10%، واوتوماتيكي وكل شهر من وانت مغمض اول لما تقبض حط ال10% دي في ظرف التحويش او في حساب التوفير في البنك. وانت مغمض اعتبر ان مرتبك هو بس 90% من مرتبك. لو عملت كده شهر ورا التاني ورا التالت، عارف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك إجباري بتغير الطريقة اللي بتتعامل بيها مع فلوسك، وهتظبط مصاريفك على المبلغ الجديد اللي بقيت بتقبضه. فإجباري هتسيستم دماغك وتأقلم نفسك على إنك تعيش باللي معاك وبس. وبعد شوية لما تلاقي تحويشك وفلوسك عمالة بتزيد قدام عينك، هتتأقلم على النظام ده وهتحبه وهتكبره، وهيتحول لعادة هتحافظ عليها وهتعملها من غير ما تفكر فيها. وافتكر دايما المقولة اللي بتقول spend what is left after saving, don't save what is left after spending. يعني اصرف اللي هيفضل بعد ما تحوش، مش تحوش اللي هيفضل بعد ما تصرف. لان انا وانت عارفين انت لو صرفت الاول هتفضل تصرف تصرف تصرف، وفي الاخر غالبا مش هيفضل لك اي حاجة تحوشها. واخيرا هقولك على شوية نقط سريعة لكن مهمة جدا في موضوع التحويش ده. انت عادة لما بتيجي تحوش عندك طريقتين، يا اما انك بتحط الفلوس في خزنة او جمعية او تحت البلاطة، يا اما انك بتحط الفلوس في البنك. بالطريقة الاولانية هتخسر كتير قوي بسبب التضخم، وبالطريقة التانية برضه هتخسر بسبب التضخم بس مش كتير قوي. علشان كده الاحسن والاذكى انك تحوش الفلوس في مكان يكون بيديلك عائد، وده علشان تقلل من تأثير التضخم على فلوسك. وانت بتحوش انت مش لازم تحوش عملة بلدك وبس، انت ممكن كمان تحاول تحوش بالعملة الصعبة او تشتري ذهب، وده علشان تحافظ على قيمة فلوسك وفي نفس الوقت تكون بتحوش فلوسك في مكان تقدر من خلاله تحول تحويشك ده تاني لكاش، وده اللي هتستخدمه في الاستثمار بعد كده. التحويش وبس غلط، وزي ما روبرت كيوساكي قال savers are losers، يعني الناس اللي بتحوش وبس ناس خسرانة. لازم التحويش يكون بهدف الاستثمار. وبما ان احنا جبنا سيرة الاستثمار، يبقى تعالى اكلمك عن اخر خطوة في خطوات الحياة المادية السليمة، وهي خطوة الاستثمار. والخطوة دي من كتر ما هي مهمة وكبيرة انا طبعا مش هقدر اغطيها في حلقة واحدة، لكن زي ما قلت لك في اول الحلقة انا بس النهاردة هقول لك على انواع الاستثمار المختلفة، وبعدين هدلك على مكان المعلومات الكاملة والمفصلة عن الانواع دي، وهقول لك توصل لها ازاي وازاي تبدأ تستثمر. اما دلوقتي هقولك على اشهر انواع الاستثمار المتعارف عليها. خد عندك يا سيدي الاستثمار في المنتجات البنكيه زي الودائع والشهادات وحسابات التوفير، الاستثمار في صناديق الاستثمار بمختلف انواعها، الاستثمار في العقارات والاستثمار في الذهب، في كمان الاستثمار في العملات العاديه والاستثمار في العملات المشفره، ده غير طبعا الاستثمار في السندات والاذون، واكيد مش هنسى الاستثمار في الاسهم والبورصه والمشتقات، وطبعا عم الاستثمارات كلها اللي هو الاستثمار في بيزنس خاص. وزي ما وعدتك من شوية لو عايز تعرف تفاصيل كل انواع الاستثمار دي دوس على اللينك اللي هيظهر فوق هنا، وده هياخدك للليستة الكاملة لشرح انواع الاستثمار المختلفة مع شرح كامل لمميزات وعيوب واستخدامات كل نوع فيهم. ولما هتتفرج هتعرف ايه هو النوع المناسب بالنسبة لك انت في كل انواع الاستثمارات دي. الحلقة اللي جاية هتكون آخر حلقة في سلسلة التخطيط المالي، وهتكون كارفة شوية كده على جو تنمية بشرية، بس كله في نطاق الفلوس والتخطيط المالي. وعلشان نقفل الحلقة دي واسيبك تتفرج على البونص، ما تنساش تعمل لايك لو لسه ما عملتش، ولو مش مشترك على القناة اشترك، واكتب لي في التعليقات كلمة السر اللي هي هتكون آخر كلمة بتظهر في السلوجان بتاعي اللي بيظهر تحت اسمي في الانترو بتاع الحلقة ده لو لحقت تقراها أصلا. وكالعادة لو عايز تبسطني أنا اعمل التلاتة. تحياتي. او انك تبيع ملكيتك الفكريه زي مثلا انك تب تعامل على ان التحويش هو المدرسه اللي هتوصلك للجامعه اللي هي الاستثمار. تعال 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 تعال
بعد لما تكون خلاص حوشت في صندوق الطوارئ المبلغ اللي يكفيك من 3 إلى شت. في حركة بتاعت لما تبقى قافش زي ما أنا قافش كده، تضحك كده تلاقي العضلات فكت، بس أنا عمرها ما بتنجح معايا الحركة دي. أنا عايز حاجة تسلك الزور. يسلك.